علاج الكلاب في المنزل. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. مبدئيا كده أنا من أنصار إن مع الشعور بإن أليفك مريض يحتاج مساعدة تاخده وتروح بيه للبيطري اللي بتتعامل معاه، لأن احنا هنا بنتكلم عن روح تحملنا مسؤوليتها، وكمان احتمال علاجه النهاردة يكون أسهل من علاجه بكرة. لكن ده لا يمنع إنك لازم تكون بتفهم في بعض العلاجات السريعة والسهلة وتقدر تتصرف، عشان لو حصل وما عندكش وقت كافي في بعض الأحيان نجد أنفسنا مكتوفي الأيدي، لأننا لا نستطيع علاج الحيوانات الأليفة الخاصة بنا، وهذا أمر محزن بجميع مربين الحيوانات الأليفة حول العالم. هنتكلم هنا عن بعض العلاجات البسيطة اللي ممكن تساعدك سريعا لبعض الأعراض، أو ممكن نقول لحد ما تستشير الطبيب البيطري. علاج الإمساك: دواء لاكتيلوز أطفال، شرب مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، 3 سنتي للجراوي و5 سنتي للكلاب الكبيرة. علاج الإسهال: أنتينال أطفال وفلاجيل أطفال برضو، مرة الصبح ومرة بالليل، 3 سنتي للجراوي و5 سنتي للكلاب الكبيرة، مرة ومرة، يعني مرة أنتينال ومرة فلاجيل. لكن لازم نعرف إن الإسهال عرض لمرض، يعني علاجهم مش معناه إنك عالجت المرض الأصلي، بس ممكن يكون بسبب تغيير نوع الأكل فجأة، زي تغيير الأكل الفريش للدراي أو العكس. ممكن يكون الكلب أكل حاجة من على الأرض، ممكن يكون الكلب مصاب بفيروس البارافو ومصاحب للإسهال ترجيع، وجود بكتيريا في معدة الكلاب. الأكل الفاسد بيسبب إسهال للكلاب ولازم نعوضه بالمية اللي فقدها الكلب من الإسهال. علاج الديدان: درونتال، وبيتاخد حسب وزن الكلب، وجرعة مرة وبعدها بأسبوعين جرعة تانية. وممكن برضو تستخدم دواء شرب بندكس، تعطي منه 3 سنتي للجرو لمدة 4 أيام متتالية، وتستخدم أقراص من نفس العلاج للكلاب الكبيرة أيضا لمدة 4 أيام متتالية. علاج الجروح: إذا تعرض الكلب لجرح ما يمكن أن تستخدم بتدين مطهر أو تستخدم مياه أكسجين. تحضر 1 سنتي من مية الأكسجين على 3 سنتي مية عادية وتستخدمه. إذا كان الجرح عميق يجب عليك التوجه فورا لزيارة الطبيب ليقوم بخياطة الجرح، وإذا كان سبب هذا الجرح عضة كلب آخر أو حيوان آخر لابد من إعلام الطبيب قبل القيام بخياطة الجرح. العلاجات اللي فوق دي لازم تبقى موجودة في بيتك لو فكرت تربي كلب للاستخدامات في حالات الطوارئ، لكن لازم برضو زيارة البيطري. في نصايح كتير بتتقدم من بعض المربين لعلاج مواضيع الحشرات أو بعض الأمراض الشديدة، لكن لأنها يجب أن تستخدم تحت إشراف بيطري لتحديد الكمية والطريقة الاستخدام، فأنا فضلت عدم ذكرها بالمرة. في حالة قيام حضرتك بالسفر بصحبة كلبك احرص إن الأدوية دي تكون معاك. ممنوع منعا باتا استخدام أي نوع من خوافض الحرارة في حالة إحساسك بارتفاع حرارة كلبك. كل اللي عليك تعمله إنك تعمله شوية كمادات، لا أكثر ولا أقل. اعرف إن الحرارة برضو عرض لمرض آخر، لذلك يجب استشارة الطبيب. زيارة الطبيب البيطري الدورية مش رفاهية، بما إن سيادتك قررت تربي كلب، دي حاجة ضرورية جدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.